السلام على رسول الله. أيها الإخوة، اليوم كذلك نتكلم حول الإيمان بالكتب، ولكن خصوصا بالقرآن الكريم. القرآن هو رابع كتاب عظيم أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما لجميع الكتب ومعجزة ورسالة الله إلى جميع البشر. هناك أوصاف وكلام سنتكلم بها عن القرآن إن شاء الله. قالوا برايد عزيز إيرو أمسا بحثا ركن يعني شرط چارا ركن چارا جاء إيمان أوجي مقو إيمانا بكتابة إيرو خصوصا مثل القرآن خبردن حفتا چوي مقو چار حب كتاب كنابي وان قرآن دهنه تورات إنجيل زبور وأبا داويج قرآن ما بيروز قرآن ما مازنه أب حفتا مهنه كي بحث قرآن أخو بكن قرآن چه كتابه قانوني ويتيه أمي قرأي چواش قرآن فعم بكن أمي هنه كي بسر قرآن أخو خبردن كأم قرآن أخو الناس بكن. أولا القرآن كتاب الله المعجز. المعجز أو معجزة الرسول هو القرآن صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعطى القرآن معجزة للرسول ليتحدى به العرب. معجزة سائر الأنبياء كان أمور مادية، ومعجزة الرسول القرآن المعنوي تحدى به العرب فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. لذلك نحن نقول معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا قرآن چية؟ قرآن معجزة پیغمبر ما. وزان معجزة چية؟ كلمة عربية ليدي كرد معجزان يجي بجم مسلمان تبزان. معجزة معنوي تتشتكي تيني جملات راد بيجي دكاوند كارن وكابيا چيكن از ميدان جوات خوازم دكاو ميرن بكن هكا قواتها هي بين أذا معجزة عجزه هاتيه. عجز معنا أبا المقابلته عاجز بآه كنو تسليم بأبا معنا عاجز. إعجاز أبا معنوي يعني تقوى حيرا ولز عاجزم يعني از بيچارم از نكارم جوابات بدم أبا معنوي. إجا قرآن جي معجزة پیغمبر ما. پیغمبر دنيا خدا معجزة مادي داوان. مثلا حضرت موسى داره كيوي هبو يكوان معجزي بي. حضرت عيسى دعاء كل إنسان كورچعبه وان باش تبون مريساق تبون إنسان نخوش چار میوان ورداوی دا ابرز کم جراد بجن صدف مضاف نخوشین جان کرا ور حاصل حضرت صالح خدا دویش کبرا در قصد. يعني هر پیغمبری که خدا معجزه کی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام هات ان معجزه ویا مازن معجزه داوی قرآنه. ناتش مکیرا نگو ها بنی ازوای تکارم طیاره کی چیکم طیارت نبو گو خدا اسمنا گوتی قرآنم دکاوند کارم وکا قرآن بینن عرب تب قرآن زان تب عربی زانن خبرد ماشاءالله عربیان خوش پیغمبر وقت قرآن اتخان دبی اون آواج هردما والله دقام نزانم اف معجزة قرآن. اولا قرآن معجزة پیغمبر ما افا انمظن افا دائمي. وإعجاز القرآن يكون بأقصر سورة في القرآن. هل تعلمون أقصر سورة في القرآن أي هو؟ سورة الكوثر. 3 آيات صغيرة. إنا أعطيناك الكوثر. الكافر أو الناس ليس بإمكانهم أن يأتوا بسورة لها معنى كامل مثل سورة الكوثر. لذلك نقول القرآن معجز من ناحية المتن أولا، ويكون ذلك بأقصر سورة. الإنسان لا يستطيع أن يأتوا بسورة مثل سورة الكوثر لها معنى كبير مثل سورة الكوثر. إجا إعجاز قرآن شوية. إعجاز قرآن عالم بيجن يكش شكلك وقرآن معجزة يكي عرب يجي يكي كنا عربة نكارة نفساندنا كي نفساندن زاني كي يازي يعني نكاره كتابه كي نفساندنه كي وكا قرآن چيكه وابقى معنى كامازن قوتنه يخوش قوتنه هف تمام دكن. إجا نكو كلمة كي نكاره بجا مثلا خاده قوتيه نون يكي عربي تكاره بجا صاد تكاره بجا طي تكاره بجا زي اوننه. يعني معجزة كأن بيجن سورته كي ان بچوك دو قرآن ده وزانه كيشا سورته سورة إنا أعطيناك الكوثر 3 آيات بچوكن. سورة عصر بچوكه لو بشكي درشتره. يعني اف سورته هانه ان سورة بچوك 3 آيات تبي هفج ريزك يوقسكها. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أوقسكها. سورتك أوقف بچوك جي عالم زانا بروفيسور وحاصل نكارن سورتك يساكنوا بچوك بينن أبا معنوي. يا ما تكارن كلمة كي بجن خاده قوتي مثلا وزاريات زر واوش تكارن تشكيد نه بجن خاده نقوتي كلمة نورمال. أما جملة كي آية سورتك اف سورته هانه معنى كوثر تدهبه كس كي نكاره بينه ابا معجزه قرآن ابا ميدان تخوازه كس كي نكاره بيجه. امر اخر القرآن خالي من التحريف ومن التبديل.
لا يستطيع أحد أن يحرف القرآن ويبدله. حاول ناس أن يحرفوا ويبدلوا ولكن اكتشفنا أمرهم، لأن القرآن محفوظ في الصدور وليس في الكتب فقط. حينما يقرأ رجل آية خطأ الذي يسمع يقول قف هنا أنت أخطأت في القراءة، نصحح. لذلك لم يستطيعوا أن يحرفوا القرآن وينشروها بين الناس. هذا كذلك من إعجاز القرآن. تشتكيدني در حق قرآن در قرآن كريم پاراستیه. پاراستن زانی چیه؟ کردی یعنی قرونمش اوه معنوی هاتیه پاراست محافظه کرن. قرآن محافظه هاتیه کرن. کس که نکاره قرآن کم که و زیده بکه نکارن. چما نکارن؟ خدا گوتیه از نایلم کس که وی کتاب آنه خوار بکه زیده بکه. افجی کتابا داویه خدا شاندی اگر کنه که رابون کم زیده بکن فقیر اکیش برازیل چه و رابه بجه یا ربی والله نظام که کتابات چیه. خدا روز قیامت بجه ای برازیلی ای نرویجی ای آلمانی چه مناطق اسلامی ای بجه خدا بخدا 4-5 حب انجیل هبون و نده حفظ قرآن هبون. ما چه زانم کی جا راسته اما اجبان کس که وسانه که خدا فرصت ناده تی انسان که قرآن کم و زیده بکن. بله اینکه انسان خراب خواستن قرآن کم بکن زیده بکن حرفا زیده کن حرفا کم بکن جاره بده حرف بتانه خواستن معنا قرآن بگوهرینن ولكن قرآن بلاك هاتيه جبر كرن امتب قرآن مسلمان جبرن بمليون مسلمان جبرن دما كنت آياتك شاش بخين در حال ادنب قركات دقره دبيت شاش خوان ود ديرن جانا امام قرآن يتخوين الدو امام شاش که آياتك يتخوين تدي الباشي ويدراس كرن. اجا قرآن كريم بوی شكل بحاضر كرنا انسان خدا عسكر جي مسلمانن اوانا تبونه عسكر قرآن دپاريزم بوان عسكرا خدا قرآن محافظات كجبونه كي مزيده به خلقي خاص قرآن زيده بكن حتى طبع جي كرن يعني خاصن بلا بكن ولكن مسلمانات خوان الله شكينا نورمال از خوين ما بيا واكينو قبول ندكرن. مثلا يكش اسلوبك قرآن كريم تي باراستن وقتك طبعت كن يا باسقيان بجن كان حب انسان قرآن اجبرت ساكن كان حب یک قرآن تینات خوینه وجه گودارید کن جا عجبات راست خوند یا نخوند ند جانب چعبی خون مرم ناکه به فرقه ولكن گودارید که جی که دا کن کرد ریش کرد به دقیقه که ورد بسکنه. یعنی بشکل که گلک زیده قرآن پیروز تی محافظه کرن خدا بی شکل هانه قرآن پاراستیه. القرآن محفوظ بأمر الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون آية الكريم. وكذلك القرآن نقل إلينا بالتواتر مجموعة كبيرة من الناس إلى مجموعة إلى أن وصل إلينا. والقرآن أتى إلينا كتابة وحفظا الاثنين معا ليس الكتابة فقط أولا الحفظ وبعد ذلك بالكتابة. طبعا ما يقول قرآن باراستية خدا باراستية وقرآن زمان عربي دام بجن تواتر گروبه که پر مازن جی انسان خبره کیش گروبه که مازن راتینه گروبه که مازن اگه تواتر یعنی خبردان که پر بلا مثلا بجن 500 حب انسان ورن اشترا تشتکی بجن یا 500 حب جی 500 حب راد بجن 500 حب 500 راد بجن اویه تواتر زمان عربی ده. قرآن پیروز به وی تواتر وی قربالخا زیده هاتیه یعنی شخص اکیبتن نگوتیه والله ما بیس پیغمبر وها گوتیه نه بصدا به هزار انسانش هزار را گوتیش هزار را گوتیش 100,000 ج میلیون را اویه تواتره. ایرو مثلا 500 حب انسان ور هندر جامع بجن والله اف پستاخانه هانه لمبا کوي شوتیه مثال لمبا پستاخانه امن کارم بجن دروات کن 500 حب انسان هات نجمر عین تشتی گوتیه یا جی 500 حب ورم بجن والله در اوسلو سیت یا ما هتیا گرتن 500 حب هات جمرگو امن کارم بجن دروات کن 500 حب دروا کیناکن یعنی جراته گوتن تواتر. قرآن جی وی گروبا مازن جمرهاتی افجی مزناتیک قرآنیه. كذلك من تعريف القرآن كلام الله نزله إلى الرسول وكذلك متعبد بتلاوته. أنت حينما تقرأ القرآن تأخذ الأجر والثواب من الله عز وجل. هذا خاص بالقرآن وليس بالأحاديث النبية ولا بالكتب الفقه لا هذا خاص بالقرآن. أنت تقرأ القرآن كل حرف لها 10 حسنات والرسول كما يقول صلى الله عليه وسلم. قرآن تشتكي ويدنه جمع قوتنا خدایش پیغمبر هاتیه پیغمبر جمرا گوتیه یک جه صفت قرآن جي قرآن خواندنا يبخو عبادته تدخلين عبادات خير اشتراته فهيك بجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن تخينها
نهرتنا قرآن يجي عبادته خواندنا ويجي هر حرفك يجي قرآن ده يحب خيري وينه تبيجا بسم الله ام بيجن 4 حب حرفن خدای چل خیراش ترات دنفسینه حتی رسول خدا علیه الصلاة والسلام گوتی بنی الف و لام و میم سه حرفن الف لام میم گوتی از نابجم هر یکی واکن الف حرفکی لام حرفکی میم حرفکی ده کسی یعنی اوقاس خیر خدای ده مروا طبعا ایجو موزیک مسلمان می مدرن در کتنه دوی وقتش قرآن فهم نکرد چما تخوینه باش اما نخوینه بابا کی لایوی تجرا ساکنات بجد به تام لای راست بجی وزان سرات چه سرات الک سرادا کا پیسا قلیر گمار یعنی بجم چند سال نات یا شوشنیا جی چند مه دبی کرم جهر بیا تخ آوه بیا بین ماله والا بیا چت خی که تجید به آوا کینوت که آوالد بود که والد به تج بابا خورد به والا آف بنای نات به نه والا نممکنه ولا خاص از بینم نای یعنی دبی کرم تفرقه دا بو وقتی کم عوری دا تقریج بو قلير بو نپاقش بو انا وای پاقش بی ارواله پاقش بیه آدمی قرآن پیروز امجه فهم جی نکنه وکنم پاقش من پیانی بني اویه آفته دا نسکنی ولكن کت نبابج آبه درکت پاقش بو امش قرآن فهم نکن جی قرآن نپاقش که بر حاصل جوابك بعقل خدای که نهرت اویه ایمان فهم نکه گوتی از بعقل جرا بیجم ایجا قرآن اوه قرآن خواندن او عبادته بکن دسته خوش خواه قرآن هم بخواهین روی صحیفه کی به آیته کی به ده آیت من عبادته روز قیامت هم بیشن خواسته کامت کاربونه ده زیده بخونده أمر آخر كذلك يتعلق بالقرآن الله عز وجل يسمي القرآن بمهيمن القرآن مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة أي معناه القرآن يصدق أو يقول لا غير صحيح هذا صحيح وهذا غير صحيح الكتب السابقة أصبحت محرفة ولكن القرآن محفوظ فنحن نستمد من حفظ القرآن على تصحيح الكتب السابقة هذا هو قرآن بيروس امتكارم بيجن تشتاكي دي قرآن وكا نوتر وزان نوتر چيه؟ نوتر شهر العقاري مجرد بيجن تشد نفسين بتركي نوتر يعني قرآن نوتره بلكي قوتنا كبرخش نبه ولكن جمانه برا فهم كر نوتر معناه چيه؟ دبي تمام يا نه تمام چه بو چه نبو يعني كتاب بريا قرآن دبيجا از تماشاكم چه كريا دبي بيا نراسته وحيله كريا ياجي ابي تشتيانه راسته يعني بقرآن ام شاشيتيا كتاب بري فهمتكن ياجي راسيتيا وان تشتك دوان كتاب اني ذهبك قرآن يقول نراسته دمكي نراسته ولا نوتر قبول نكر تشتكي قرآن يقول راسته دمكي نوتر قرآن ختم الاخستيه لو ما خدا در حق قرآن داد بجا مهيمن السروان كتاب يعني حاكمه سر كتاب بري قرآن وانجي كنترول كه وكيم كر وزيده كر وواكنو كر ام القرآن يتخيلن ام فهمتكن كاتورات راسته ان راسته حيله كرنا نكرنا ابياجي مزناتيكا قرآنية كذلك القرآن نزل بشكل ونحن نقرأ بشكل آخر هناك النزول وهناك قراءة كما أمرنا به الرسول القرآن كما نحن نقرأ الآن لم ينزل هكذا لم يبدأ بسورة الفاتحة إلى سورة الناس كما تعلمون بدأ بسورة العلق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الجبريل قال تكتبوا هكذا وتقرأوا هكذا فنقرأ بالفاتحة وننتهي بسورة الناس هذا ترتيب القراءة وليس ترتيب النزول ترتيب القراءة أسماء السور ترتيب الآيات كله توقيفية أي بأمر من الرسول وكذلك بتوجيه من الجبريل عليهما السلام ليس بكيفنا نحن لا نتحكم في هذا تشتكي دنا نفساندنا قرآن كان متخيلن يا خواندنا وي اوهاتنا ويا وحي هر دونه وكهبن دو وحي ده هناك آيات لبيشن هناك شبارنا مثلا عولي هم زانن سورة اقرأها سورة علق جراد بيجن او جزية داوود سورة جزية عمايدام جراب كرمانجي بيجن دوي دايه يعني خدا بشكل که الگوره حکمت آیت شان ولكن دخواندن اویدش پیغمبر اگو اواکنو بنفسین اواکنو بخواین پیش و پاش يعني ترتیب قرآن ای را متخواین نه هاوی کو خداش پیغمبر آنی خواره آنی نخواره شکل کی آنی نفساندن تشتکی دیه لی تشتکی هم بزان بنها برا مسلمان میکو یا جی ملت میکو بجنم پشکی زانانه برا فهمه تشتکی بکن ناوی سورتا سراوان سورتا ترتيبان يعني سورة عول سورة دو سورة زياجي ترتيب آياتا مثلا يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شمانه مالك يوم الدين الرحمن الرحيم وانا تشيه معنوي اوانا تبز ماني عربي ام بجن توقيفي يعني ده ساكنه جريداي امر پیغمبر جبرائيل جراد بيجا
خدا امرت کبر وی صورت ورابه ابیات ورادا ابیات ورادا به yani ne bir fahme ha em nabeş devaş ham em civine ki şey kin civi toplantı yani em karar bedin em Fatiha teyxan ver em surete nas teyxan ver deste medanine eviya fermana peygamber fermana Cibril bi şekli hani Kur'an cmarahatiye. طيب ما من حقه أن يفسر القرآن أولا الله يفسر كتابه هناك كثير من الآيات مثلا الله عز وجل يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يقول للرسول هل تعلم ما هذا الرسول لا يعلم فالله يشرح أولا الذي يفسر القرآن نفسه أو الرسول صلى الله عليه وسلم الله يأمر يقول بين للناس أو العلماء الذين يعرفون اللغة العربية وقواعد القرآن وأحكام القرآن وهناك أمور خاصة بالقرآن الذي لا يعلم هذا ليس من حقه أن يترجم وأن يفسر لابد أن يعلم ولكن كثير من الناس يترجمون القرآن حسب هواهم وأنفسهم يضل أنفسهم ويضلون غيرهم ولكن القرآن لا يقبل هذا أبا داوي أن بيجن حقي كي هي معنى قرآن جمارة بيجن تفسير قرآن بتركيب بيجن مقال بكرمانجيد بورقرة قرآن ترجمة قرآن إيرو هر کس کی قرآن تکده سیخول گوگل تماشا تکده معنى قرآن أبا إيجا يعني إمام حنيفيش جمان صفر ايد يا إمام حنيفيش قبول ناكن تجمعنا بيش إمام حنيفي نفس المانج شي إمام حنيفي جالك كده رهانه أو قصة أحمقي مفرن ورحاصل كلام إيجا أم بيجن لغورا قانون قرآني خدا معنى قرآن دبيجا آية هي خدا قوتيه معنى يتنزل معنى بيا أبا مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خدا دي ما تزاني ليلة القدر شيء معنوي شيء القارعة مثلا دبيجا ياجي پیغمبر معنى قرآن اجمرات بيجا عليه الصلاة والسلام ياجي عالم وصحابي عالم ام بيجن عالم جي كينا عالم قندي وكم منن أبيك زمان عربي زانن قانون قرآن زانن حكم عربي زانن كيجا آيات لكو هاتيه ناسخ ومنسوخ ام جراد من كيجا لبيش كيجا شبار هاتيه كيجا حكمي برفراية عامة كيجا جي خاصة طيبته أفان تشتغره جراماتيك زمان عربي زانبن يعني هنا كي هنا جراماتيك زمان عربي نزانن ها تشكي جراد بيجي خاينه اگر كو آي و بخاينه الغورا قرآن تماشا كي في خاندنا خود به كافر جي چونكي نزانه بخاينه تديب كردي ام بيجن زيرو زبر اي اود بيجن يا بيش زبر يعني فتحه كسره هنا كيسان هنا فيا نزانه جيك بيجن اد بيجن او جيك او بت بيجن اي جارت واب كي بزانه بو مرد به كافر مثل آية هذه بيجا خشي الرحمن جو خدا ترسيه قبل تقول خشي الرحمن خدا ترسيه يقول خدا ترسيه يعني ها كل جوان سؤال كي ادمون زانم خدا وانا يصلح بك خدا وانا هدايتك يعني ور حاصل ها يقول قبولتك نجا جوار ادمون جاهلا هم قبول لكن ور حاصل حتى برا يرو بس هي بدارن كو ام حرمه القران اخ بقرن قانوني كتاب ربي اخ بقرن جبي قانون يعني درنك مجبون سلامتي دين ودنياي ربي ما بك نسيب ما إن شاء الله. إلى هنا نكتفي بهذا القدر نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حفظ القرآن قراءته والعمل به ونشره ودعوة إليه إن شاء الله وأن يكون أنيسا لنا في القبر وشفيعا لنا يوم العرض على الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.